بكل رمضان لازم ينزل باكج المسلسلات الرمضانية، يعني مثلا برامج مقالب ومقالب، حامض حلو ومقالب ومقالب، يعني محتوى متنوع ومسلسلات متنوعة تتنافس هي واخلاقها على من هو هابط اكثر. مسلسلات رمضان يصير بها تكرار واعادة تدوير للمحتوى اكثر من كليات الطب والاهليات بالعراق، الله وكيلك. حرفيا لازم اكو اكثر من مليون برنامج مقالب وبرنامجين هيك مال مقابلات وفد مسلسلتين دراميات، مسلسل على دا ومسلسل ثاني يحكي عن ولد لقوه اهله بالزباله وبعدين كبر ودرب نفسه متبني ودرى انه اهله ملاقينه بالزباله وطلعوا اهله زناقل وراح يلتقي بعائلته وامه طلعت ميته وانقتل ابوه وراد قال له دير بالك بالذولك. حرفيا كل المسلسلات العراقيه هيك ما ادري ليش. وفد برنامجين زرق ورق لو حامض حلو واعتقد اثنيناتهم واحد يمكن. يعني باختصار خالي يعطوك علاقه بيها برامج رمضان اتباوع عليها شوي يصعد الجالي يفول عندك الجالي للكعبه. من الثريلر واحده تروح تبيع تلفزيون بالبالات ب 5000. وخاصه هذه السنه كل المسلسلات صارت تجاريه بشكل اوفر ولعبان نفس، وكل اللي يدور عنه المخرج هو الترند والطش، يحط لك لقطه تافهه او بها شيء يثير الجدل حتى يصعد براس الازواج اللي تحكي عنه. وابسط مثال هو دفعه لندن، المسلسل اللي يعرف شلون يخلي العراقيين حرفيا يقمزون. الغاء مسلسل دفعه لندن هو مطلب عراقي اجمع قيرة العراقي أط أحمر. وما أسولف لك المخرج صار علوش، جاب المشاهدات أطهن، الآراء السلبية أطيته، السب أطيته، الآراء كلها بالزبالة أطيته. أما المسلسلات العراقية فلازم يكون بيها قصة حب، خيانة، زواج منا، لحظات رومانسية، أخ يقتل أخوه منا، عركة على ورث فلوس. حرفيا تكون متروسة مشاعر للتختة وبشكل أوفر ويلعب النفس ويكرهك باللحظة اللي قررت تعوف بها المسلسلات نتفلكس برمضان وتعطي فرصة للاستلام العراقي. ابسط مثال مسلسل الكاسر، مسلسل الضحك، حرفيا خربت من الضحك وانا باوع. طبيت على اول حلقه والاحداث تتراجع ما ادري منين تجي. ملخص سريع للمسلسل، عندك هاي النفيه ضربت هذا المكحل طلقه ولا كانه متصوب سوى نفسه ميت، وجت المره تشوفه ميت بعده هو جواها، وهنا صارت مسلسل هنديه، جر اللثام خالي وطلعت لك حبيبته وجيب لك خد وتعال قاعد دق قلطم. حرفيا نجيب لك فد بطن وقاعد اضحك. اكثر من دقيقه ونص ضاعت من حياتي وانا بو عليهم واحد صف ونبوش الاخ مشغلين موسيقى عراقيه تبكي المطي، وبالمعنى الحرفي صافنين ولا حرف. وبنص الصفنه الكونيه صدمتني وقالت لك اهلي هسه اذا يجوا يشوفوك يقتلوك. خرب جاوبت طلقه صوتي بيها شنو كانت مقلب. المشكله اختها راحت لي حاجه تقول له حج قوم الحق. ثريا هم صادت غريب، ثريا تصيد بالوادي بتقول طيور عبر مرحله المطير شي واصله للبشر شي. وبرامج المقالب دخيل ابو جعفر المنصور واحد اغث من الله، توني بوحده يتنافس ويا روحه على لقب الاسوء بكل سنه، مسوي برامج مال المقالب والسحر ومن ضيوفه شك واحد تعبان طاش بالتيك. ومشكلتي الشخصيه ويا مخرجين هاي البرامج، يعني معقوله بلد شطوله عرضه ما بي مخرج يقدر يعطيك احسن من هاي النكته؟ انت بالاول عندك دافع؟ منو ما دافع يا ولد خليه ينزل، منو ما دافع؟ هو ادري شنو صاعدين مكيح. وعلي لو انا نايم بالمحاضره وفاز بالغلط هم تخطر ببالي نكات تضحك اكثر من خير هذا الداسمه. ومثل ما قلت برامج رمضان هي اعاده تدوير البرامج السنه اللي قبلها، عندك اكثر من 4 مسلسلات وبرامج عراقيه مخموطه من برامج عربيه وتركيه، عندك برامج غبيه وغثيثه تنشر من خلال القناه فكرها اللي تريد توصله للمجتمع. وابسط مثال برنامج الضحك من سيربح القلايه الهوائيه، اسئله عن الميليشيات، اسئله عن ايران، اسئله عن شلون كانت مظاهرات تشرين جوكريه ومدفوعه من السفاره المرقيه. اسئلتهم غبيه والمراد بها تثبيت رايهم حول مواضيع محدده، يعني مثلا اليوم اجيبك واقول لك اهلك يدرون بك تدخن؟ اذا قلت لي لا يعني انت تدخن واهلك ما يدرون، واذا قلت لي ايه يعني انت تدخن واهلك يدرون. يعني بالحالتين انت راح تعطيني الجواب اللي انا اريد. هلا اريد اشارك. السؤال الاول يقول منو انقذ عرضك؟ الف الايرانيين، باء الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، جيم العراق. بربك وات سؤال. ايه حذفوا لي اجابه شباب. شو حذفوا العراق؟ تشبق اندونيسيا دثبت افكاركم على ابو تفوزون. واكبر عدد تدوير للمحتوى متمثل مسلسل حامض حلو اللي لطشوا بها بكم فقره ويا ريت لو زينه. يطلع لك هذا وكل شوي واقف يصيح شلون ويعيد لك نفس اللي كات اللي صار له 4 سنين لاطش بدين. شنو طالب سادس يدور طبيعتي عمي انا مستعد اسوي برنامج واعرضه على قنواتكم وباجور تنافسيه ما تلقاها عند غيرنا الله شاهد. افضل طريقه تتعامل بها هو المسلسلات اللي تدور ترند وتلعب على الوتر الحساس للشعوب على مود الطشه هو انك تقاطعها وتلبسها وما تشوف لها حلقه. ومن هالباب اوجه رساله للقنوات العراقيه، باعوا خالي ترى انتم حاليا فشل اقوى من فشل دراسي الله شاهد. استثمروا طاقات الشباب اللي تشوفوها بالسوشيال ميديا وشغلوهم، مو جايب لي مخرج اقوى شيء يسويه يكتب لي هاي النكته. منو ما دافع يا ولد خليه يتوقع مني اكمل 4 ثواني من الحلقه بعد، لك انا من اسمع هيك نكته حتى اشتراك النت الغي كفيلك العباس. تخيل ادفع 50,000 اشتراك على مود اسمع هيك نكته، على ابو النت لابو يشترك بعد. تتذكرون هذا اللي صوبته النفيه؟ الهسه ده يزحف، الغاثني هو متصوب بكتفه يزحف ليش؟ رجله شبيها شنو تحسست لو زعلت، زين عوف رجله، الحصان هذا وين اختفي؟ هذا من غير المسلسلات البقيه اللي ما قدرت اشوفهم لان الحموضه صعدت عندي. الحلقه هاي مو انتقاص قد ما هي ملاحظات مفروض ينتبه عليها المخرج اللي مفروض دارس المجال وفاهمه وعنده خبره بيه. ويجيك واحد مثلي انا يزعطط براسك ويضحك على الاخراج. وقناه التليجرام عود موجوده بالوصف. كافي لك